على محمد أشرف بدر في الكون أشرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ظالما بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صل عليه وسهل ما قد تعود. يا ربي صل وسلم. صل على محمد اللهم صل عليه ومن بالنبي تعالى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلى الله عليه. ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. صدق الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك تقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك طه يا طبيبي صلى الله عليه. السلام عليك زين الأنبياء
الحمد لله القوي سلطانه صلى الله الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الحسنى صلى الله عليه إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه جل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله عليه هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك الله عليه جل الحق في عالم قدسه الواسع صلى الله عليه انتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه الذي لا تنحصر أفراده بتعداد صلى الله عليه قراره بكثرة ترداد صلى الله عليه من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه شرف بوجود الثقلان وتندشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ بفضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه قلب سروره قد توالى حبيب عمال أنا منولا يا قلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا ما نوالى بحبيب عمال أنا ما نوالى يا قلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا ما نوالى يا قلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا ما نوالى بحبيب عمال أنا ما نوالى من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا وترك بالهون أعلى مقامه وتناهى بمجده وتعالى
قلب سروره قد تولى بحبيب عمال أنا من ولا يا قلب سروره قد تولى بحبيب عمال أنا من ولا بحبيب عمال أنا من ولا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله أشهد أن عليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والعنان. صلى الله عليه. من الإيمان قواعده وتلوع اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد. صلى الله عليه. سيدنا محمد الصادق في قوله وفعله والبلغ عن الله ما أمره بالتبليغ لخلقه من فرضه ونفره عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله وما عليه. أوساها من نعمة إن تصرصرها في البحر والبر. صلى الله عليه. بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه. في حلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال. صلى الله عليه. المصلي عليه وسلم عليه. ينبسط في قلب نور سر تعلقه به صلى الله عليه. بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه. صلى الله عليه. الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلق
تحقق إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. بدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. ذلك الجمال الميمون في الأصنام الكريمة صلى والبطون الله فما من عليه. سب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. والذي يتنقل في بروج ليتشرف به موت استقراره وموضع خروجه صلى الله وقد قضت عليه. الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. في الأصنام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه. الأفكار زور وبار فتعلقت همة الراقب لهذه الحروب بأن يرقب في هذا القرطاس ما هو ولديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. كانت الألسن لن تبي بعشر أوصاف ذلك الموصول صلى الله تشريقا عليه. للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. فأن تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه. تدوي لما حفظت من شر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به بمولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايات في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. شفاعة هذا النبي الشافي آمين. بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحمدا لرب خصنا بمحمد اللهم صل عليه. وأخرجنا من ظلمة وذياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا بالرجز كفر وحبزه وشرك وظلم واقتحام الكبائر أتى
يتلوه داعيا إلى الله بالإسلام وخير البشائر. يا حبيب يا حبيب يا حبيبي كيف أشقى وأغضب وفؤادي قد بدت بدي الظلام. يا حبيب يا حبيبي كيف أشقى وأغضب وفؤادي قد بدت بدي ظلام. فتهنى وامحو عني ما بدا كل نور الله من سنا خير الخير الأنام. يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأغضب وفؤادي قد بدت بدي الظلام. كل حسن من وراء يبدو لنا من جمال المصطفى داعي السلام. داعي السلام. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأغضب وفؤادي قد بدت بدي ظلام. نلنا المنى زل العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحاك علينا. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحام علينا. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلنا. زل العنا
والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا فالهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا اللهم صل وسلم عليه نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل وصحبه الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار
وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فالنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد ثبت في الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفه من العالمين صلى الله عليه. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من غششه بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عبد عليه. الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. وضمت وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا نشكو منه ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وغرب والظبروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيوضات فضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بظهور شرق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه. من عالم الخفاء إلى عالم الزهور
بعد تنكله في البطون والثور صلى الله عليه. فظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب عنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفيدا والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعيا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعودة ومشاركة لها في هذا السماء الممدودة صلى الله عليه. توفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق اسم الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولآل الكون أنس يا رسول الله سرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرت واستضيئوا بجمال يا رسول الله تقى بالحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لربي كل حمد جل أن يحصره العائد حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي
قال رضي الله عنه بمسجد الرياض بعد قراءة الحديث والإنشاد شونا بلغنا عن إخوانكم المؤمنين ما جرح قلبي يضلون ويبيتون طاوين من الجوع ما يقع يا إخواني نحن نبيت في النعمة وإخواننا بيموتون من الجوع وسعوا على إخوانكم المؤمنين وأنتم يا أهل الأموال خلوها تكونوا زادكم إلى الجنة واعلموا أن القليل من التمر بيكفر شك من الذنوب والكسرة بتكفر شك من الذنوب وانتبهوا إخوانكم مستورين في بيوتهم معاد بيظهرون حاجتهم لكم تفقدوهم واربحوا من أموالكم درجات العلى من الجنة واعلموا أنها حاجة شديدة في الناس جمع وأنتم يا البياعة المشتري اجلبوا لإخوانكم الخير ولا تضيقون عليهم فليس هذا وقت التضييق واقنعوا بالربح اليسير. قال زيد بن عبد الرحمن بن عوف يربح من الناقة إقالها وأنتم اقنعوا باليسير والله يطرح بركة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Dari kalam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau berkata di Masjid Riyadh setelah dibacakan hadis dan qasidah, beliau berkata, ketahuilah bahwa telah sampai kepada kami kabar tentang saudara-saudara kamu dari orang-orang Islam, mereka yang tidur ada di malam hari dalam keadaan lapar. Ketahuilah wahai saudaraku, kita hidup dalam keadaan nikmat. Kita bisa makan enak, ya. Kita bisa tidur tenang.
kita bisa kumpul bahagia dalam keadaan, kumpul keluarga dalam keadaan bahagia. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidur sedangkan di malam harinya dia dalam keadaan lapar karena belum makan. Ada di antara mereka hidup bersama keluarganya dalam keadaan ketakutan. Karena apa? Banyaknya permasalahan ya. Kita hidup dalam keadaan nikmat, sedangkan saudara-saudara kita mereka bayamutun minal ju', mereka akan mati karena sebab kelaparan. Karena itu wasi'u ala ikhwanikumul mu'minin, berbagilah kepada saudara kamu yang mukmin. Wa antum ya ahlal amwal, engkau wahai orang-orang yang mempunyai harta yang banyak, jadikan harta kamu ini adalah bekal untuk bisa menghantarkan kamu ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa sedikit dari kurma yang kita berikan kepada saudara kita yang mukmin, yang mereka dalam keadaan lapar, itu bisa mengampuni banyak dari dosa. Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqun nara walau bisyakki tamrah. Berhati-hatilah kamu dari neraka, takutlah kamu dari neraka walaupun dengan sedikit dari kurma, belahan kurma, separuh dari kurma. Satu potong roti itu bisa mengampuni banyak dari dosa. Karena itu intabihu, sadarlah wahai saudaraku. Banyak dari saudara-saudara kita yang lapar ya, mungkin tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, banyak yang mereka membutuhkan, tapi mereka tidak minta-minta, mereka diamkan ya. Kadang di antara mereka ada yang makan cuma 1 hari sekali, ada di antara mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya karena tidak bisa bayar sekolah, ada yang tidak bisa bayar pondok dan yang lain-lain. Engkau yang banyak hartanya, lihat keadaan mereka, bantu keadaan mereka. Jadikan harta kamu yang bisa menjadikan kamu mendapatkan derajat yang tinggi ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu harta yang kekal itu harta yang kita sedekahkan, bukan harta yang kita simpan. Disifatkan harta itu halaluha hisab, haramuha adab. Harta yang banyak itu halalnya itu nanti di akhirat dihisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah tanya, punya mobil 9 ini buat apa? Sedangkan tetangganya tidak bisa sekolah. Punya baju banyak ini buat apa? Sedangkan tetangganya hari raya tidak punya baju yang baru.